السلام عليكم. عايز اقول كلمتين لكل شاب بيسمعني. في البدايه كده عايز اقول لك دلوقتي الساعه داخله على الساعه 3 الفجر، وانا مش واقف في الشارع حبا في السهر ولا حاجه، لا ده عشان خاطر شغلي وعشان خاطر لقمه عيشي. اللي انا عايز اقوله لك، صلي على النبي واستغفر ربنا وركز معايا في كل كلمه اقولها لك. في الحقيقه الكلام اللي اقوله لك ده مش ناس كتير هتقوله لك، وممكن يكون ناس قرايبك قالوه لك او اصحابك قالوه لك، وانت ممكن تكون مش هتصدق الكلام ده. في الحقيقه تعليمك ليه دور كبير. لو انت لسه في دراستك فيا ريت تركز جدا في دراستك وحاول تاخد شهاده كويسه تنفعك داخل بلدك او خارج بلدك. لو بتفكر في السفر فلازم تشوف تعليمك وتركز في تعليمك جدا وتجتهد في تعليمك. ما تقولش لنفسك ان ياما ناس كتيره واخده شهاده وما اشتغلتش. لو معاك شهاده ولسه ما اشتغلتش اكيد ربنا شايل لك حاجه كويسه، بس في الاخر وفي الاول تعليمك وشهادتك سلاح في ايدك. كلنا ناس اللي معناش شهاده عاليه بنتعب 3 اضعاف الناس اللي معاها شهاده عشان خاطر نعرف نجتهد ونعرف نصرف على بيوتنا. مش هقول لك اللي معهمش شهايد كلهم دايرين من غير شغل، لا شغالين، بس بيتعبوا جدا جدا في ايامهم وفي سنينهم، وطبعا الارزاق بتاعت ربنا. ممكن يكون شخص معاه شهاده ومش متوفق في حياته، بس معاه شهاده بتنفعه في حياته. فلو انت لسه في تعليمك فركز في دراستك جدا لحد ما تاخد شهاده. لو هتسافر دوله عربيه ومعاك شهاده تنفعك جدا، لو هتسافر دوله اوروبيه ومعاك شهاده تنفعك جدا. ولو شايف ان مستواك في التعليم مش احسن حاجه فيا ريت تشوف لك صنعه تتعلمها. الصنعه سلاح في ايدك. ناس كتيره ما معهاش صنعه، وانا واحد من الناس ومعيش مؤهل عالي، عشان خاطر كده بنتعب جدا في حياتنا. انا واحد ما اعرفكش ولا انت تعرفني، بس انا بقول لك نصيحه لوجه الله، ركز في دراستك وركز في تعليمك عشان خاطر تاخد شهاده كويسه تنفعك. شايف ان مستواك مش احسن حاجه، حاول تشوف اللي انت مقصر فيه وتقوي نفسك فيه عشان خاطر حياتك ما تتعبش فيها. الارزاق بايد ربنا وكل حاجه بتاعت ربنا، بس اللي علينا ان احنا نسعى ونجتهد ونعمل الدور اللي علينا في الاول ونسيب كل حاجه على ربنا. ركز في تعليمك عشان خاطر نفسك وعشان خاطر مستقبلك وعشان خاطر الحياه اللي انت ممكن تمر بيها. الشهاده هتسهل عليك حاجات كتيره جدا. وبتفكر في مشروع جواز وشايف نفسك تقدر تستنى بالقرار ده شويه، حاول تشوف شغلانتك الاول وتعليمك الاول وسفريه كويسه تنفعك، بعد كده فكر في مرحله الجواز. الجواز في اوقات كتيره بيكون حاجه ايجابيه، وفي اوقات كتيره ممكن يكون حاجه سلبيه. الجواز بيربطك وبيخليك يكون عندك ارتباط بناس، باسره، بحاجات ملتزمات عليك. فممكن تيجي لك سفريه في اي دوله اوروبيه للاسف مش هتقدر تسافرها عشان خاطر انت بقى عندك مسؤوليه وعندك اسره مسؤوله منك. شايف نفسك تقدر تستنى شويه والامور مش احسن حاجه معاك، حاول تشوف لك سفريه كويسه في اي دوله اوروبيه او اي دوله عربيه ان انت تعرف تقف على رجلك وتعرف تتعايش وتشيل نفسك الاول، تعرف تجيب اسره تصرف عليها. حاول تكون قريب جدا من والدك ووالدتك، ما تاثرش معاهم في حاجه. دعوتهم ليك هي اللي هتخليك تنجح في حياتك. دعوتهم ليك هتخليك ربنا يوفقك ويرزقك وتلاقي كل حاجه متيسره معاك، بس اهلك والدك والدتك ما تاثرش معاهم في حاجه. مش عايزك تلوم اهلك على الظروف اللي حطوك فيها، ان الظروف اللي اهلك حطوك فيها مش بتاعتهم. الظروف كانت اقوى منهم والحياه كانت اصعب من كده، وعرفوا يطلعوك ويكبروك ويوصلوك للمرحله دي. اجتهد انت، واللي والدك ووالدتك ما قدروش يعملوه لك يا ريت انت تعمله وتعيشهم في احسن عيشه، عشان خاطر انت حاليا في وقت غير الوقت اللي هم كانوا فيه. احنا شايفين دلوقتي الحياه صعبه قد ايه علينا واحنا لسه شباب. بالطبع اكيد والدك وهو سن صغير كانت الحياه بالنسبه له صعبه جدا نفس دلوقتي، بس قدر يطلعك ويكبرك ويخليك في السن اللي انت فيه. اهتم بوالدك ووالدتك جدا واهتم بتعليمك. مش شايف ان التعليم مش احسن حاجه معاك، يا ريت تشوف لك صنعه تنفعك في حياتك. الكلام ده قبله لك وانا وقت سهران لشغلي ولتعبي، عشان خاطر كده قلت لك الكلام ده. انا لو شخص مرتاح وشايف الحياه معايا كويسه من غير شهاده كنت هقول لك ما تكملش شهادتك وما تشوفش تعليمك، بس بقول لك الشهاده هتنفعك جدا في حياتك. انا ولا اعرفك ولا انت تعرفني، بس بقول لك الكلام ده لوجه الله، حاجه هتنفعك في دنيتك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.